فقالوا طب خلاص بما ان احنا عايزين حاجه تخلينا نضيف فورم كنترولز او نشيل فورم كنترولز اساميها مش شرط نبقى عارفينها مسبقا، تمام. فقال لك خلاص احنا هنعمل لكم حاجه اسمها ايه، فورم ريكورد. تعالى نشيل دي كده، نكتب فورم ريكورد عادي جدا، بس هتحط فيها ايه، فورم كنترول. هتحدد بس فيها فورم كنترول، لان طبيعي جدا اسم البروبرتي في الاوبجكت دايما هيبقى، او في الغالب بيبقى سترينج. هنكتب هنا ايه، سترينج مثلا، اور نال، تمام. وهنيجي نعمل هنا كده اوكي، وهنيجي نحط اوبجكت كده عادي جدا زي ايه، الفورم جروب. وزي ما انت شايف هو كده شال الايرور اللي على تحت اللي في الريموف. اوكي في الحاله دي انت تقدر تعمل اد وريموف زي ما انت عايز، بس انت خسرت نقطه مهمه جدا، وهي انك انت لو جيت عملت دوت كنترولز دوت مش هيجيب لك اي مقترحات، ان هو اصلا مش عارف اسامي الفورم اللي جوه. يعني انت حتى لو جيت هنا كتبت مثلا تعالى نحط هنا برضو وليكن نيم نيو فورم كنترول، اوكي، هل هو هيجيبها لي هنا؟ مفيش مقترحات، تمام. حتى لو جيت عملت هنا في الفاليو دوت مش هتلاقي مقترحات. طب ما هو كده بقى التايبد ازاي؟ معلش يعني هو الفورم ريكورد خدمنا في التايبد في ايه؟ هو خدمك في حاجه واحده بس. انت لو جيت عملت this دوت فورم 2 دوت فاليو تشينجز هنا، جيت عملت سبسكرايب، هتلاقي ان الفاليو دي هي اللي ليها تايب عباره عن سترينج اور نال. دي الحاجه الوحيده اللي هتبقى بالنسبه لك تايبد مع استخدام الفورم ريكورد.